بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من دنيا المراه. ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده ان شاء الله هقدم لكم فيه طريقه عمل كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر من اول مره باذن الله. الكيراتين اللي هنعمله النهارده يا بنات مكونات طبيعيه مغذيه جدا جدا للشعر وبتجيب نتيجه باذن الله من اول مره. يعني ان شاء الله مهما كان شعرك خشن جدا، مهما كان جاف، مهما كان مجعد، وصفتنا النهارده ان شاء الله هتفرد شعرك جدا وتنعمه، كمان هتديله لمعان ومظهر صحي جميل جدا. كل اللي انت هتحتاجيه هتحتاجي ثمره واحده من الموز، يا ريت تكون طيبه بالشكل ده، ولو اكتر من كده، لو طيبه اكتر من كده هتكون افضل. طبعا كلنا عارفين ان الموز بيرطب وينعم الشعر جدا جدا من اول مره، وكمان بيغذيه وبيديله مظهر صحي جميل جدا. كمان بيساعد على اطاله الشعر مع الاستمرار. هو من اول مره هينعم ويفرد الشعر، لكن مع الاستمرار هتلاحظي اطاله في شعرك. عندي هنا صفار بيضه، طبعا صفار البيض بينعم ويفرد الشعر الجاف المجعد والخشن، يعتبر بروتين طبيعي للشعر. عندي هنا معلقه كبيره من زيت الزيتون، طبعا زيت الزيتون من افضل الزيوت المفيده والمغذيه للشعر، ليه فوائد كتير قوي. كل اللي انت هتعمليه ان انت هتقشري الموزه بالشكل ده. زي ما قلت لك انا عايزاها موزه طيبه، يعني لو طيبه اكتر من كده هتنفع معاكي اكتر. هتجيبي الكبه او الخلاط بحيث ان كل المكونات تتجانس مع بعض يبقى قوامها كريمي. هنحط فيها الموزه، وبعد كده هضيف صفار البيض. ممكن تضاعفي الكميه حسب طول وكثافه شعرك، يعني تحطي ثمرتين من الموز وصفارتين من البيض ومعلقتين من زيت الزيتون. بعد كده هضيف معلقه كبيره من زيت الزيتون. كل المكونات دول هضربهم كويس قوي وهرجع لكم تاني علشان اوريكم الشكل النهائي. وده شكل الكيراتين بتاعنا يا بنات بعد ما خلطنا المكونات كويس جدا بالشكل ده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. كل المكونات زي ما انتوا شايفين تجانست وبقى شكل الخليط كريمي. كان ممكن تهرسي الموزه بالشوكه وتضيفي لها صفار البيضه وزيت الزيتون، بس ما كانتش هتبقى متجانسه او ناعمه بالشكل ده. بس كده يا بنات ده الشكل النهائي، هو ده الكيراتين بتاعنا والوصفه الرهيبه اللي هتفرد وتنعم شعرك من اول مره باذن الله. طريقه الاستخدام يا بنات سهله جدا. طبعا زي ما اتعودتوا لازم الشعر يتغسل كويس جدا بالميه وبالشامبو وتنشف، ومجرد ما تنشفي شعرك تبداي تحطي الخليط ده على شعرك كله من الجذور للاطراف، تحطيه على شعرك خصله خصله بحيث انك تتاكدي ان الشعر كله وصل له الخليط ده. بعد كده هتلمي شعرك وهتعمليه كعكه وتغطيه بكيس بلاستيك او بونيه وتحطي فوقيه شرب يكون قطن كده او اي حاجه قطن. وبعد كده هتسيبي الخليط ده على شعرك لمده ساعه مش اقل من كده، يعني ممكن ساعتين، يعني من ساعه لساعتين. بعدها هتغسلي شعرك بالميه كويس جدا بحيث ان انت تتخلصي من اي اثار الخلطه، وبعد كده تغسليه بالشامبو. هتنشفي شعرك ومش هتحتاجي ان انت تدهنيه. هتلاحظي ان شعرك ناعم ومفرود وجميل من اول مره ومظهره صحي وشكله لامع باذن الله من اول مره. هتعملي الخلطه دي مره واحده في الاسبوع وان شاء الله مش هتحتاجي لاي فرد، مش هتحتاجي انك تعملي بروتين ولا كيراتين صناعي، لاننا عارفين ان الحاجات دي بتفرد وتنعم لمده طويله، لكن ليها اثار جانبيه كبيره قوي وخطيره على الشعر ومضره جدا. لكن الكيراتين بتاعنا الطبيعي ده بيجيب نتائج في منتهى الروعه، هيفرد وينعم شعرك جدا وكمان هيغذي شعرك. مع الاستمرار عليه هتلاحظي ان شعرك بيطول وشعرك ان شاء الله هيتغير للاحسن بكتير. اتمنى انكم تجربوا الكيراتين ده وان شاء الله هيعجبكم، واتمنى انكم تستمروا عليه مره واحده في الاسبوع، وان شاء الله مش هتحتاجي المكوى ولا استشوار ولا اي فرد صناعي. هتعجبكم جدا الوصفه باذن الله. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو تعملي لايك للفيديو وتعلق ولو بكلمه واحده، وما تنسيش لو كنت اول مره تشوفي القناه تضغطي على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو وتفعلي الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اشوفكم على خير في حلقه جديده من دنيا المراه. السلام عليكم ورحمه الله.